صباح الفل عليكم حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده كده هعمل لكم اجمل السلطات اللي احنا بنشوفها بقى في بيتزا وكنتاكي والمحلات الكبيره دي. هعمل سلطه الجزر بالفاصوليا، ولو عندك بسله حطي، وبرده هحط معاها البطاطس المسلوقه اللي انتوا شايفينها دي، وبالمايونيز هتبقى روعه جميله جدا. انتظروني بقى كده عشان تشوفوا الفيديو وجماله. احنا بنعمل ايه؟ بنقطع الفاصوليا قطع صغيره كده زي ما انتوا شايفين، وبرده قطع الجزر صغيره، والبطاطس زي ما انتوا شفتوها. عايزين تسلقوها معاها، عايزين تسلقوها لوحدها براحتكم. وبعد كده بننزل عليها بقى بشويه بهارات والمايونيز، وبتبقى احلى سلطه زي سلطات بره. خليكي معايا عشان تشوفي باقي الفيديو عامل ازاي. بصوا حبايب قلبي بقى، نكمل الفيديو كده مع بعض. هنجيب البوله بتاعتنا بعد ما الخضار اللي انا سلقته اتسلق خلاص. هبدا ان انا انزل بقى بالخضار اهو. بصي زي ما انت شايفه كده، الفاصوليا والجزر هننزل بيهم كده على جنب. تمام زي ما انت شايفه. ثانيه واحده. وهنزل بالبطاطس المسلوقه. هنا معايا بقى اللي هو الذره الحلوه، بس حقيقي مش كله بيحبها، فانا هخليها على جنب، هحطها بس مع الطبق اللي هم ايه الناس اللي بتحبها، لكن مش هحطها في كل الوصفه عشان يبقى عندي السلطه متكامله، ما يبقاش فيها حاجه حد ما بيحبهاش. هجيب بقى معايا البوله التانية اللي انا هعمل فيها ايه. هعمل فيها اللي هو الصوص او الدريسنج اللي انا هحطه على السلطه بتاعتي، ودي سلطه روسيه جميله جدا هتعجبكم. اول حاجه هنزل بفنجان من اللبن زي ما انت شايفه معايا كده، وطبعا الاساسي بتاعها المايونيز والمستردة. المستردة دي يا جماعه جميله جدا، جربوها. انا بجيب بالعبوه الكامله دي، اما بتخلص ببدا ان انا يعني اجيب تاني، بس صراحه بتقعد معانا كتير جدا. يعني انزلي كده بايه، مش كتير، ما تكتريش عشان المستردة بتبقى نفاذة اهو. يعني معلقتين 3 كبار كده. لو انت بتحبيها ممكن تكتري عن كده، بس حقيقي انا شايفه ان كده كفايه. هنزل بملح بسيط، ما تكتريش الملح. وطبعا زي ما قلت لك المكون الاساسي فيها المايونيز، ده اساسي لازم في الوصفه الروسيه دي. هنزل بقى ب3 4 معالق مايونيز كده، عشان زي ما قلت لك دي الاساس فيها المايونيز مع اللبن مع المستردة. عندك زبادي ممكن تحطي بديل اللبن، عايزه تحطي لبن وزبادي مع بعض مفيش مشكله، بيبقى برده حلو جدا اهو بالشكل ده كده. وهبدا بقى ان انا الخليط ده اقلبه معايا كويس جدا، هيبقى ده الدريسنج اللي انا عاملاه للسلطه الجميله بتاعتي. ننزل بيه بقى على السلطه بعد ما قلبناه كويس جدا كده بالشكل اللي انت شايفاه ده اهو. بصي القوام بتاعه، انا عايزه القوام بتاعه كده عشان يبقى سميك يمسك في السلطه بتاعتي. هجيب بقى السلطه اللي هي مجموعه من الخضروات اللي انا حباها، هحطه عليها وابدا ان انا اقلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايك بقى في الجمال ده؟ عايزه اقول لك وصفه روعه، تتاكل جنب اي نوع من المشويات، تتاكل جنب المكرونات مع الكبسه. جميله جميله، لازم تجربوها. بصي كده قلبتها معاكي بالشكل ده. هبدأ بقى ان انا اغرفها كده في الطبق. طبعا هي لازم تدخل في التلاجة شوية عشان الدريسنج كله يشرب من بعضه يعني مع الخضار، بس انا حابة اوريكي شكلها الاخير. جميلة جدا، لازم تجربوها. هي سلطة روسية بس صدقيني هتعجبك جدا، وبالذات مع المشاوي اهي. حط بقى على وشها شوية ذرة كده كنوع من انواع الجارنش اهو. ايه رأيك بقى؟ يا رب يكون الفيديو عجبك. ما تنسيش بقى حركة الاكسبلور، ودمتم موفقين ودمتم في رعاية الله.